ألذ طاجن لحمة بالبصل أو بصلية لحمة وبدون فرن، ومن ألذ الوصفات المناسبة للصيف وبمنتهى السهولة. استخدمت تقريبا 750 جرام من اللحمة، وابتديت ان انا احمرهم في معلقتين من السمنة، معلقتين كبار كده من السمنة، وضفت معاهم فلفل. يفضل ان الفلفل ده يكون فلفل حار، وسبتهم خالص لغاية ما ابتدت اللحمة انها تتحمر وتاخد اللون الجميل ده، لان اللون ده هو اساس النكهه واساس الطعم اللي هنوصله في الاخر. طبعا كل ده على نار عاليه جدا في الاول. بعد كده ابتديت ان انا اضيف عليها البهارات الصحيحه اللي انا استخدمتها، واللي كانت عباره عن ورق لورا وفلفل اسود وحبهان ومستكه. وطبعا لو حابين تضيفوا لومي تقدروا تضيفوه في الوقت ده. في الوقت ده بكون جهزت شرايح البصل، وكميه البصل اللي بستخدمها زي ما انتم شايفين انها كبيره جدا، لان كميه البصل بتكون مره ونص كميه اللحمه. ببتدي ان انا اقطعه شرايح بالشكل ده واضيفه على اللحمه، وفي الوقت ده مش بقلب ولا اي حاجه، بغطي عليه واسيبه لغايه بس ما يدبل وياخد لون ذهبي جميل. بعد كده ببتدي ان انا اقلب المكونات كلها مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين ابتدى ان هو يدبل وابتدى انه يتكرمل من تحت. بس كده ببتدي ان انا اغطي عليه واسيبه كمان لمده 10 دقائق على نار متوسطه، وابتدي بعد كده ان انا اضيف عليها الميه اللي هزودها عليه علشان تستوي. طبعا مش بضيف كميه ميه كبيره، هي هنا دي انا مستخدمه طاسه مش حله، فكميه الميه مش كتيره لان البصل لسه هينزل ميه منه، وانا مش عايزه اسلق اللحمه، انا بس محتاجه مجرد ان هي تسوي اللحم. وفي الوقت ده ضفت البهارات المطحونه، واللي كانت عباره عن نص معلقه من البابريكا المدخنه، وضفت معاها كمان نص معلقه من السبع بهارات. طبعا انا هنا لسه ما ضفتش ملح خالص لغايه الوقت ده. في الوقت ده باول ما اللحمه بتبتدي ان هي تستوي بضيف عليها الملح والفلفل اللي انا هستخدمهم. ونسيت اقول لكم ان ضفت معاهم نص عود صغير من القرفه الخشب، حقيقي بيفرق جدا في الطعم. لو تحبوا طعم القرفه تقدروا ان انتوا تضيفوه. وسبتها على نار متوسطه لمده 10 دقائق لغايه ما اللحمه بقت دايبه تماما.